سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. يا صباح الخير عليكم جميعا، كل اخواتي وحبايبي اللي منوريني دايما بوجودهم ومشرفيني على القناة بتاعتي. طبعا حبيت كده ان انا اصور معاكم الفيديو ده وانا بفطر كده البط، وازاي بعمل للبط خلطات في الفترة دي او في العمر ده، العمر اللي هو البط بيريش فيه. وكمان بتعامل معاه ازاي في الحر، في درجة الحرارة العالية اللي احنا فيها دي، علشان البط ما يحصلوش اي مشاكل ويكبر معايا على طول. فما شاء الله يعني ابتديت كده ان انا حطيت الاكل للبط، وهي خلطة موفرة وفي نفس الوقت بترفع المناعة. وكمان حطيت لهم كده على المية حاجة بسيطة. الناس اللي هي بتشتكي من الاسهالات اللي بتيجي للبط في العمر ده، في عمر اللي هو بيكون بريش فيه علشان مناعته بتكون ضعيفة، طبعا ده كله هنعرفه من خلال الفيديو. يا ريت كده قبل ما نكمل كده الفيديو بتاعنا عايزين لايكات للفيديو كتيرة جدا جدا عشان يوصل لكل الناس اللي حابة وغاوية ان هي تربي البط. وكمان يا ريت لو انت لسه اول مرة بتشوفي القناة بتاعتي تعملي اشتراك فيها وتتابعي معايا يوم بيوم في كل الفيديوهات اللي هنزلها، هتستفادي كتير من المقاطع والفيديوهات اللي انا بنزلها. طبعا انا هنا باكل البط او الخلطه اللي هو بياكل فيها دي، ده الخلطه دي فيها عيش، دي شيء اساسي. عيش متقطع كده مع شويه دشيشه مع شويه رده مع شويه علف 21%، وكمان بشرت لهم بصل كمان بمعلقه كركم عليه، وكان عندي ربطة كرات برضو قطعتها عليه. ده ليه؟ لان انا محتاجة ان انا ارفع مناعة البط في العمر ده. عايزة البط بتاعي بقى يقفل الريش بتاعه على طول ويكسر ريش، عشان ندخل على مرحلة التسمين ان شاء الله بإذن الله، نسمن كده البط، وكمان علشان ما يرجعش يسقط الريش معاكي تاني. فالخلطة دي حلوة. طبعا انا يعني لما باجي ان انا ابتدي ان انا اخلط للبط بتاعي واحدة واحدة، مش بروح مخلطه له مرة واحدة واقصر عليه، لا، يعني يوم حطيت له شوية عيش ودشيشة ومعاهم العلف 21%. تاني يوم بقوم حاطه لهم شوية ردة كده صغيرين، بروح عامله لهم خلطة كده على او وصفة على الاكل بتاعهم عشان نرفع المناعة. طبعا الناس اللي هي بتشتكي من الاسهال اللي بيجي للطيور ده ليه؟ من علو درجة الحرارة اللي بتكون في المكان اللي انت بتربي فيه طبعا، وفي نفس الوقت من المية اللي انت حطها للبط، خصوصا ان احنا في الحر يعني المية بتسيبها قدام البط فترات طويلة بتكون سخنة على البط، فده بأثر طبعا، بيعمل لهم نزلات معوية وبيعمل اسهالات. فدايما وباستمرار حاولي انك انت تغيري المية من قدام البط لو هي مش نظيفة او هي سخنة. وكمان طبعا انا هنا بهتم برضو بالفرشة، الفرشة تكون ناشفة خالص، لان المكان لما بيكون مكتوم مفهوش تهوية والارضية مبلولة، فده بيسبب طبعا اسهالات، بيسبب افتراس، بيخلي الطيور تقعد بقى تاكل في بعضها. برضو لو خلطت للبط بتاعك مرة واحدة ومنعت عنه العلف، هو ده اللي بيخليه يقعد ينهش في بعضه لحد لما تلاقي البطة الريش بتاعها اختفى خالص، ما فيهاش ريش. ده ليه؟ لانه بعوض بقى النقص العلف اللي انت شلتيه عنه بيقعد يعض في بعضه. طبعا انا هنا من بعد ما البطه بتعدي عمر 35 يوم ببتدي ان انا اقص طرف المنقار اللي فوق خالص، الطرطفه اللي فوق خالص دي بقوم مقصاها كده، قبلها بكون مجوعه البط بساعه، علشان اول لما بقص طرف المنقار واجي ان انا احط لهم الاكل بيقعدوا بقى يهجموا على الاكل وياكلوا وينسوا انك انت قصيت المنقار بتاعهم، وبيرجعوا طبيعيين خالص خالص، وبياكلوا وبيشربوا ما يحصلش اي حاجه. طبعا تربية البط سهلة جدا، اهم حاجة انك انت تمشي بالخطوات واحدة واحدة كده للبط، وما تمنعيش العلف عنه خالص الا لما الريش بتاعه يكسى عليه، علشان اولا زيادة الوزن اللي هو البطة حجمها يزيد وتاخدي منها وزن، وعلشان همها يتشال كده وتكبر معاك على طول. المية دي انا حاطة عليها دي سقاية كبيرة خالص بتاخد 4 لتر، حاطة عليها 3 معالق من الخل. الخل لو عندك خل تفاح هيكون ممتاز، خل التفاح حلو جدا جدا،
هتحطيه بيمنع الاسهال، في نفس الوقت بنضف معدة الطيور سواء البط او الفراخ، لان دايما الطيور بتحب ان هي تقعد بقى تنكش في الارضية كده وتاكل من على الارض، فهو ده اللي بيسبب كده التعب اللي بيجي للبط ده. ده لو المكان اللي انت حطهم فيه مش نظيف. طبعا التهوية بتكون ضروري جدا. انا طبعا هنا بربي البط، حاطه لهم الترابه اللي هي على الارض دي، الترابه بتاعت الاراضي الزراعيه، ببتدي ان انا افرشها كده للبط علشان بتكون خشنه شويه تحت رجل الطيور فبيتحركوا، فطبعا بتلاقيهم ايه، ما بيحصلش كساح ولا اي حاجه. شايفين البط بيشرب من الميه وحابب الميه، نحط عليها 3 معالق من الخل. دي السقايه كبيره خالص، لو انت السقايه بتاعتك اصغر من كده فهتحط معلقه واحده، معلقه او معلقتين بالكتير على السقايه. طبعا ابتديت بقى ان انا اكلت البط بيبتدي ان هو ياكل لحد ما بيشبع كده، فبتلاقيه بقى ايه، خلاص بيبعد عن الاكل، كل ما بيعوز ان هو يرجع ياكل بياكل. اهم حاجه في الفتره دي انك انت ما تجوعيش البط بتاعك. تجويع البط هو اللي بيخليه يقعد ينهش في بعضه، دي برضو عامل اساسي. حاولي انك انت ما تشيليش العلف عنه نهائي الا لما يخلص كده ايه الريش بتاعه يقفله، فخلاص بتبتدي انك انت تعملي خلطة التسمين، بتكون عدت المرحلة الصعبة. استنوني كده في فيديو جديد ان شاء الله باذن الله، وتابعوا معايا هتلاقوا فيه حاجات جديدة وفيديوهات جديدة تستفادوا منها. حبيت ان انا اشكركم جدا جدا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.